السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة فيديو جديد بقى. بصوا، هبتدي كده بالعشاء بالليل. عشاء خفيف كده. آه هنعمل سندوتشات اللي هي السوري دي. اول حاجة ده سلامي حطيتها في الميكرويف كده شوية فتحسوا ان هي اتحمرت. الحاجات دي لازم تتعمل تستوي. تشوحيها شوية كده في شوية زيت. السلامي والروز بيف اهو الروز بيف والسوسيس. لازم الحاجات دي عشان بتبقى نية. فانا عملت الروز بيف كده، وده شويه بصل مكرمل حطيت عليه شويه عسل اسود، او ممكن تحطي عليه سكر اللي يعجبك يعني. انا حطيت عليه الاتنين يبقى طعمه حلو. وايه تاني؟ ادي دول بصلتين كده عشان احطهم على السندوتشات. انا عن نفسي ما باكلش بالبصل خالص. الساندوتش بتاعي مبيبقاش فيه بصل. وهنا شويه بطاطس كده. يعني هنوع بقى، هعمل كذا ساندوتش من كذا طريقه. قعدت بقى ده تركي. كل الحاجات اللي في التلاجة طلعتها عشان اغسل التلاجة كده وانضفها وتبقى فاضيه. ودي توابل البطاطس. توابل البطاطس دي تحفة تحفة في كل حاجة. ايه تاني؟ هنا الكاميرا بس معلش كنت بمسحها عشان اوريكم. هنا بصوا. سلامي وتركي ومخلل. اللي هو الخيار المخلل وجبنة موتزاريلا وشوية بطاطس. وبلف الساندوتش بقى رول كده وبحطه في التوستر. بس انا نسيت اوريكم الحتة دي. و... وبس سندوتشات خفيفة كده للشتا عشان تبقى حلوة قوي. وهنا ده بقى دي الحاجات بتاعت الالعاب بتاعت اولادي. حابين قوي اللي هم كانوا يجيبوا العاب وكده، فحبيت ان انا اجيب لهم شويه العاب كده عشان عيد ميلادهم. بصوا ده الخلاط ب241 جنيه. عايزه اقول لكم الحاجات دي كلها اتكسرت. يلا الحمد لله. يعني انتوا عارفين الاولاد بس. عندي مشكله كبيره من كتر ما بيجي لهم لعب كتير ما هم فظاع. الحاجات دي جبتها من التوحيد والنور. بصوا دي الغساله الاوتوماتيك. تحفه. معاها شماعات. جميلة قوي قوي بصراحة. الحاجات معمولة بإتقان بشكل غير طبيعي. تشتغل تحط حجرة وتقعد تلف كده. ايه تاني؟ وكمان المكنسة. حاجات- الحاجات كلها سكر بصراحة سكر. حبيت انا اوريكم العاب حلوة قوي يعني بحيث ان هم يسيبوا حاجاتنا بقى. وفي كمان بصوا مش صابرين ان انا اصور. هاتي هاتي هاتي. هنا دي بقى مكنة الخياطة دي انا خدتها ولغاية الان دي لسه زي ما هي عشان انا بحب قوي مكنه الخياطه وبحب الخياطه فحبيت ان انا احتفظ بيها. ولما اعمل لي كورنر كده ديكوريشن في الاوضه بتاعتي فبحيث ان انا ارص عليه الحاجات دي. عندي شويه حاجات كده ديكوريشن. عندي كاميرا. عندي مكنه خياطه. عندي شويه حاجات كده ليها علاقه بالحاجات اللي انا بحبها. فدي مكنه الخياطه. بص فيها درج زي مكنه الخياطه بالظبط. بس دي انا مركبتش فيها حجره. وبصوا مع الماوس ده تدوسوا عليه بالرجل. حلو قوي بصراحه. كانوا جايين مع بعض المكنه الخياطه والغسالة تقريبا حاجة كده. حاجتين جايين مع بعض فانا خدت منهم دي ان هي تبقى بتاعتي يعني. هوريكم دلوقتي المكنسة. بصوا المكنسة تحفة. جميلة 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 بجد المكنسة. ومعها السبب بتاع الغسيل. دي جاي مع الغسالة. بصوا المكنسة بالدراع بتاعها. سكر بجد سكر المكنسة دي. وفي بقى الخلاط. بحسبها بتتشال طلعت ما بتتشالش عادية شكل بس. الحاجات دي كانت موجودة من فترة في توحيد والنور. هما كانوا شبطانين فيها. كنا جبنا لهم حاجة واحدة بس. كنا جبنا لهم تقريبا الغسالة. فحبينا نجيب بقى لكل واحد حاجة فيها كده ينبسطوا بيها يعني. بص مش عايزين نمسكها حتى. بص مفيش. يعني اوعي اوعي. بصوا الألعاب جنب بعض. الغسالة. كلهم بيشتغلوا يعني.
تحط لهم حجرة اللي بينور واللي بيعمل ميوزك، والخلاط برضو بيلف. والخلاط هوريكم دلوقتي الخلاط، جميل قوي برضو اهو، مع فاكهة كده، مع فراولة وحاجات، بحيث ان انت تحطيها جواه يعني ويلف كده لكنه بيعصر عصير يعني. والمكنسة بصوا لما بتدوسي على الزرار اللي جواها ده بيتحرك، اللي هو الفل ده. قد ايه بخاف منه الفل ده، لا يقع على السجادة او البتاعة تتكسر فيقع كله. اهو اي حاجة تفرح العيال بصراحة، الحاجات دي بتبقى حلوة اوي ومبهجة يعني ليهم. شوية تغيير، لان انا ولادي ما بيخرجوش كتير، فبنحاول نبسطهم على قد ما نقدر باللعب، لان ما بنخرجش كتير بسبب الجو، وبسبب ان انا ما بعرفش اخرج بيهم لوحدي، لازم يكون باباهم معايا او حد معايا. فطبعا ما بيصادفش ان حد فاضي في نفس الوقت اللي انا فاضية فيه، وباباهم برضو. ف بضطر بقى ان انا ايه يعني نعوضهم باللعب في البيت، نجيب لهم كل اللي هم عايزينه في اللعب. فعشان كده يعني بصراحة الفيديو ده الالعاب دي متصورة بقالها فترة، عشان كده هتلاقيهم لابسين صيفي شوية، لان هما بتتصور بقاله فترة، بس انا كنت ما نزلتوش يعني، فحبيت ان انا اوريه لكم ويبقى ذكرى ليهم على القناة، لان انا بحب الفيديوهات اوي اللي على القناة، بتبقى ذكرى يعني، هما بيرجعوا ليها يتفرجوا تاني. عشان بس تقولي ان هما لابسين صيفي، هما لابسين صيفي لان هو كان من شهرين بالظبط. بس انا عشان بقيت اكسل في التصوير والحاجات دي، تقول لي بتعملوا ايه الناس كلها بتفرز الايام دي. الحمد لله الدنيا تمام عندي، وناقصني بس ايه، شوية هفرز شوية قصدي بصل وهفرش الشقة بقى، اغسل الستاير وافرش الشقة يعني، السجاجيد وكده مغسولة، يدوبك هفرش الشقة يعني الحمد لله. بس الشقة بقى عايزة مساحة مسح يعني عميق بقى يعني، كل الرفوف وكده. هنا دي الشوكليت. الشوكليت كانوا بيتكلموا عليها ان هي مصرية 100%، صناعة مصرية. تقريبا كانت الواحدة ب60، هي في الرينج ده يعني. عايزة اقولكم حلوة حلاوة، وبالذات اللي هي بالاوريو دي، بجد تحفة. ايه اللي بالاوريو، ايه الجمال ده، طعمها حلو حلاوة يعني. احلى واحدة فيهم اللي هي بالاوريو، في بالبرتقان، وفي بالاوريو، وفي بالفراولة، وفي الدارك. فاحلى واحدة فيهم اللي هي بالاوريو، حلوة جدا جدا. بس هي رفيعة قوي من جوه يعني، هي ايه بص، رفيعة خالص يعني بصراحة. بص رفيعة قد ايه، رفيعة جدا. ف يدوبك ان كل واحد ياخد واحدة بس ياكلها يعني، لان هي بجد رفيعة يعني. تعالوا هنا اقولكم على تخزين الليمون. لو انت جبتي كمية اول ما يرخص، لفيه بالستريتش راب كده، كل واحدة لوحدها. عايز اقولكم هيقعد معاكم هيبقى يجنن، ولا واحدة فيها تبوظ، ولا واحدة فيه بسم الله ما شاء الله في الكيس دوت باظت. كل اللي في الكيس عندي دول خلصوا بسم الله ما شاء الله. عايزة اجيب كمية تاني، لان انا على طول في المشروبات بعملهم لولادي. هنا بقى كان الغدا بتاعنا فرختين كده بلدي، وانا ماليش في البلدي طبعا. وعملت لهم بقى طاجن ورق عنب باللحمة، انا اللي طبعا باكل اللي هو اللحمة دي. وهنا سلطة الزبادي بالخيار، وكان الف هنا. بس كده ده الفيديو بتاع النهاردة، يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب استفدتوا منه بأي حاجة. وقولوا لي بتعملوا ايه، وايه الاخبار، وايه التغيير الجو اللي بتعملوه للاولاد، بحيث ان هم تعوضوهم يعني تعويض. وبس كده، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب والدعوة الحلوة. و اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين، وكل سنة وانتم بألف خير. مع السلامة.